اسئله كتير قوي بتجيلي، نشتري 18 ولا نشتري 21؟ خلينا اجاوبكم. في الاول خالص الموضوع بجد اذواق، ومن خلال اللي بنشوفه في ناس بتحب ال 18 عشان الوانه واشكاله، وفي ناس بتحب ال 21 عشان لونه واشكاله برضه. فالسؤال لو جاي من الناحيه العمليه فال 18 عملي عن ال 21 شويه، عشان ال 18 انشف وبيستحمل اكتر. ولو من ناحيه الالوان فاحنا عيار 18 بنعرف نعمل منه اصفر وابيض وروز جولد، يعني كل الالوان اللي نفسك فيها. ومن ناحية الثقافة فالذهب عيار 21 بنسميه الذهب البلدي، وال18 بنسميه الأفرنجي. وده ليه؟ لأن مصر زمان كان كل المنتشر فيها عيار 21 أو السبايك اللي هو عيار 24 يعني. انما الذهب عيار 18 ده كان جاي لنا من اوروبا وخاصه من ايطاليا، عشان كده كان بيسمى الذهب الافرنجي، ومن هنا جت مسمى الافرنجي والبلدي. ومع انتشار ال 18 وال 21 في مصر بقى عيار 18 موجود اكتر في القاهره الكبرى، وعيار 21 منتشر اكتر في المحافظات. وفي ثقافه منتشره في المحافظات ان عيار 21 مصنعيته بتبقى ارخص بكتير من عيار 18. وبالمناسبه عيار 21 مصنعيته ارخص من عيار 18 عشان هو لين اكتر، فتصنيعه اسهل بكتير من عيار 18. ففي الاخر عيار 18 او عيار 21 كلها اذواق، كل واحد بيختار الشكل واللون اللي يناسبه. عيار 18 اغلى من 21 بس اشكاله مميزه اكتر، ونقدر نستخدم فيها الالوان اكتر من 21، نقدر نحط فيها الحجاره الملونه احسن من ال 21. عيار 21 ده اللي نقدر نعمل منه الزينه والخزينه، تقدري تجيبي منه غويشه، تقدري تجيبي منه خاتم ساده، تقدري تجيبي منه طقم يبان ان هو فينتج، حاجه ملكيه، طقم كبير ووزن تقيل. في ناس بتحب ان هي تلبس حاجه وزنها تقيل، ما بتحبش الحاجه الوزن الخفيف. انما لو انت غاويه السيمبل والوزن الخفيف يبقى خليكي في ال 18 على طول. فالموضوع في الاخر مجرد اذواق، وكده كده ده او ده عندنا في مجوهرات الطويل. وبس كده، قولوا لنا انتوا بقى بتحبوا ال 18 اكتر ولا ال 21؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.